يعني ايه معدل تحويل عالي؟ اي واحد فينا بيربي فراخ بيضة او ساسو او بلدي لازم يبقى فاهم ان سر المكسب جوه الجملة دي. حضرتك علشان تكسب من الفراخ بتحسب الفرق ما بين المصروفات وما بين اللحم اللي انت بتحصل عليه، الوزن بتاع الفراخ يعني. طبعا المصروفات دي بتشمل بقى العمالة والكتكوت لكن اغلى حاجة انت بتصرفها هي العلف. فلو حضرتك زودت في العلف وما حصلتش على وزن كويس، ده اسمه معدل تحويل سيء. لكن معدل التحويل العالي انك تحصل على الوزن اللي انت عايزه باقل كمية علف. الكلام ده يا شباب وراه سر كبير، في خطوات معينة او تريكات معينة لما حضرتك تعملها تزود مكسبك او تحصل على معدل تحويل عالي. يعني مثلا على سبيل المثال، من ضمن اهم الاسباب اللي تخليك تحصل على معدل تحويل عالي هو انك تبيع بدري. لان الكتاكيت عامه في بدايه حياتها بيكون معدل التحويل عالي جدا، يعني ممكن اول 15 يوم يكون الفرخ واكل نص كيلو وتيجي توزنه تلاقيه ما يقلش عن 450 جرام وزن. لكن في العمر الكبير يا شباب معدل التحويل ده بيقل. فانت من النقط اللي لازم تاخد بالك منها انك لما تبيع بدري مثلا على عمر 32 يوم في الفراخ البيضة مثلا، افضل ما تستنى على عمر 42، مع ان الفراخ في عمر 42 اكبر في الوزن، لكن انت اكيد صرفت اكتر، يعني هامش الربح بيكون اقل. لكن لما تبيع بدري على عمر مثلا 32 33 يوم بيكون مصروفك من العلف وباقي المصروفات عامه ايجار وعماله تبص تلاقي ان مصروفك بيكون اقل وهامش ربحك بيكون اعلى، مع ان الفراخ في العمر الكبير اكبر في الوزن لكن صرفت اكتر بكتير. النقطه الثانيه ان العلف اللي بتستخدمه لازم يكون سوبر، لازم يكون فريش صابح، لازم العلافات ما توقعش علف، لان كل حبايه علف يا جماعه بتقع على الارض بتكلفك فلوس، لانها بفلوس طبعا، وبتكلفك مشاكل زي الكوكسيديا والكوليستريديا ونافق وسموم فطريه. وده بياخدنا للنقطه الثالثه، ان لو في كوكسيديا او كوليستريديا او اسهالات عامه في الدجاج عندك في المزرعه، برضو ده بيقلل لك الوزن. زي الاطفال عندنا، لو طفل جاله اسهال تبص تلاقيه نشف وخس وفقد الوزن. يبقى نلخص كلامنا في انك علشان تحصل على معدل تحويل عالي، اول نقطة لازم تاخد بالك منها انك كل ما تبيع بدري كل ما يكون مكسبك افضل. النقطة الثانية ان العلف لازم يكون طبعا سوبر وفريش وصابح بالاضافة الى ان بيت المهمل بيخرب قبل بيت الظالم، فما تكونش مهمل وتسيب العلف يقع على الارض. وده بياخدنا للنقطة الثالثة، ان لو حصل اصابة بالكوكسيديا او الاسهالات عامة لازم تعالج بسرعة بالمضادات الحيوية. واخر نقطة يا جماعة حابب اتكلم معاكم فيها، فكرة الخميرة. لما تحط خميرة حية وأحماض عضوية زي الخل، ده بينشط لك البكتيريا النافعة اللي بتهضم العلف وبتحوله للحمة. لكن ما تنساش إن قبل ما تحط الخميرة تشيك الأول وتشوف هل في إسهالات محتاجة مضاد حيوي ولا مش محتاجة. إذا كان في إسهالات تعالج الأول بمضادات حيوية حسب نوع الإسهال، وبعد كده ما تنساش تحط الخميرة والأحماض العضوية زي الخل علشان تنشط الهضم والبكتيريا النافعة. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. يا رب أشوفكم دايما في خير ومكسب وسعادة وراحة بال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.